يعني ايه اساسا مان باور بلاننج او ورك فورس بلاننج او ريكروتمنت نيدز؟ لازم تبقى عارف ان دي معناها احتياج الشركه للقوى العامله او الافراد او الموظفين اللي بيكونوا موجودين جوه الشركه اللي بيقدروا يحددوا اهدافها. الكور بتاعنا ايه؟ ان احنا بنبدا ان احنا نخطط بشكل مظبوط لاحتياجات الموظفين للشركه. يعني الشركه بتكون موجوده عندي وبتبدا ان هو الاقسام تطلب مني افراد. طيب الافراد دي بتبقى افراد يا اما بشكل مستمر او بيتم عملها كل سنه. طيب في جزء المان باور بلاننج واحنا بنشتغل عليه لازم تبقى عارف كويس قوي ان احنا في عندنا فور ستيجز احنا بنمر بيهم في المان باور بلاننج، واللي من خلالها بنقدر ان احنا نحدد احتياجات الشركه للقوى العامله او الموظفين اللي هيقدروا يوصلوا بالشركه لتحديد وان هم يقدروا الشركه ان هم كمان ياتشيف الاهداف المحطوطه منها. اتعلم صح، اشتغل صح الصح مع هايرد أكاديمي. رمضان كريم.